تعالوا بقى لما نعمل النهاردة مع بعض وجبة من الوجبات الخطيرة اللي بناكلها في المطاعم. بتكون مشهورة جدا، هنعرفها دلوقتي مع بعض. هنعمل الفراخ بتتبيلة جميلة جدا وهتبهركم، وكمان هنعمل رز بسمتي بالخضار، وهناكل كل الحاجات الجميلة دي بصوص التومية الخطير. الوصفة بجد هتعجبكم جدا ان شاء الله. شايفين الرز مفلفل وخطير قد ايه مع صوص التومية والفراخ المشوية؟ بجد وجبة تحفة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. بصوا بقى، تعالوا نبدأ الطريقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 2 من البصل و2 من الطماطم. بالنسبة بقى للبهارات، معلقة ونص صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، كمان معلقتين كبار من سويت تشيلي صوص، مع معلقتين كبار من الخل، وفنجان قهوة كده من الصلصة البيتي، لو جاهزة كفاية نص معلقة. وهنحط كمان معلقتين من الصويا صوص، 4 معالق كبار من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من المستردة، ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض. ولو في سكر ما عندكيش العسل الأبيض، حطي معلقة صغيرة من السكر. يعني يا تحطي معلقة صغيرة من السكر أو معلقة كبيرة من العسل الأبيض. هنحط كمان دي الصلصة البيتي قلنا عليها، وكمان هنحط معلقتين كبار من الزبادي البلدي العادي او اليوناني المتاح عندك، مفيش مشكله خالص. قلبيهم هاتي بقى الخلط، مش مهم نقلبهم كويس لان كل ده هيتضرب في الخلاط. هجيب بقى البصلتين مع الاتنين طماطم وهقطعهم علشان احطهم في الخلاط. تعالوا بقى هنجيب الخلاط بقى مع بعض دلوقتي. بصوا، دي معلقه الملح كنت انا قلت لكم عليها في المقادير لكن ما كنتش حطيتها، فدلوقتي حطيت معلقه كبيره من الملح، يعني الفرختين بياخدوا معلقه كبيره مليانه. هجيب بقى درق الخلاط بتاعي وهحط البصل مع الطماطم، وهحط البهارات بتاعتي، وكمان هحط الصوصات اللي عملناها مع بعض، وهاخد كل الحاجات دي وهضربها كويس جدا لغاية كل اللي بقى مش عايزة فيها فتافيت بقى او فيها اي حاجات تكتلات، عايزاها كلها حاجة واحدة علشان لما احط الفراخ في الفرن ما تتحرقش معايا. يعني بصوا، هخليها زي العصير. لو لقيتي الخلاط تقيل معاكي شويه مفيش مشكله انك تحطي له شويه ميه بسيطه. هجيب بقى الفراخ طبعا بعد ما غسلتها كويس، وطبعا عملتها في محلول النقع وسبتها تتصفى كويس ونشفتها، وحطيتها في صينيه علشان اعرف اتبلها كويس. حطيت بقى عليها التتبيله وهمسك جزء جزء هتبله كويس جدا. وما ننساش علشان الفراخ تشرحوها علشان التتبيله تدخل جواها وكمان تطعم لي الفراخ زي ما احنا شايفين كده. بصوا، يعني كل قطعة من الفراخ، يعني الفرخة مقطعاها 4، كل فرخة مقطعاها 4 تربع، دول فرختين، وكمان مشرحاها يعني عاملة لها فتحات كده، كل جزء عاملة له حوالي 3 فتحات ومن عند الدبوس علشان تستوى كويس. وبعد ما تبلتها كويس جدا هحطها في بولة او في طبق بالشكل ده، وهعملها بالبلاستيك راب، وهحطها في التلاجة ليلة كاملة، يعني من بالليل لتاني يوم لغاية ما اعملها ساعة الغداء. شلتها بقى في التلاجة وباتت عندي، وده كده تاني يوم. هاخد بقى الفراخ بتاعتي وهجيب الصينية اللي هدخلها الفرن، وهرص الفراخ زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وهدخلها الفرن على فرن مسخناه قبلها بحوالي 10 دقايق على درجة حرارة 220 اول ساعة. وبعد كده هبدأ، انا ما حطيتش دلوقتي مية خالص، يعني هطلعها كده بعد 3/4 ساعة اشوفها، لو لقيتها محتاجة مية احط لها، مش محتاجة مية خلاص. انا علشان كانت درجة الحرارة، انا بصوا على حسب الفرن، يعني تقدري تحطيها على درجة حرارة 200 بس، وسيبيها بقى في الفرن. وتعالوا هوريكم، هقول لكم حاجه على الرز. بصوا، انا عندي الرز الابيض ده اللي بيكون في العلب، في انواع كتير واسماء كتير جدا، مش لازم اي اسم معين. يعني انا بفضل عندي الرز الابيض ده اللي هو البسمتي. انا بفضل جدا الرز الذهبي اللي احنا شايفينه ده. هما الاتنين حلوين، وهنشوفوا دلوقتي انا هطبخ معاكم الرز الابيض، لكن انا بحب الرز الذهبي. مش معنى كده ان الرز الذهبي احلى، اللي يعجبك اعمليه. انا دلوقتي هعمل الرز الابيض. جبت كده معلقه زبده مع شويه زيت، معايا بصله كبيره مقطعاها كريهات، هنزل بيها على الماده الدهنيه وهشوحها كده شويه. معايا هنا بقى البهارات بتاعة الرز اللي هحطها، هتكون عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والبابريكا والكركم،
نص معلقة صغيرة من القرفة وواحدة من اللورة، وكمان هحط لومي وثلاث فصوص من الحبهان وفصين كده مستك. هحط الحاجات دي كلها وما على ننساش البصل. انا حاطه مع البصلة 3 فصوص توم مفرومين، لو صغير خليهم 4 أو 5. هشوح بقى البصلة مع البهارات دي لغاية ما اشم ريحة البصلة كده مع البهارات. هنزل بالفلفل الألوان، الفلفل الألوان اللي هو الحلو. هاخد من كل لون قطعة صغيرة وهقطعها كريهات صغيرة وهنزل بيها على البصلة. هشوحها شوية كده قد دقيقتين، وهنزل بمج من البسلة بالجزر دي متفرزنة، علشان كده هتلاقوا لونها بالشكل ده. هنزل بيها على البصلة، هشوحها تشويحة كده بسيطة. طبعا لما بتكون طالعة من الفريزر بتستوى على طول، غير لما تكوني لسه شارياها ومفصصة. شوحتها كده قد دقيقتين. بعد كده هنزل بفنجان من الصلصة البيتي. ما عندكيش صلصة بيتي يعني عاملاها في البيت، حطي نص معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة. وانا دايما بفضل البيتي، ما بحبش اشتري الجاهزة نهائي. هحط كمان بقى الملح بتاعك اظبطيه زي ما تحبي. انا احط معلقتين صغيرين مع كوبايتين ونص كبار من الرز البسمتي، يعني دول مع كوبايتين ونص لرز بسمتي. شوحي بقى كل الحاجات الجميلة دي كده مع بعض، وبعد كده انزلي بكوبايتين ونص الرز. ما نقعتهوش، غسلته عادي ونزلت بيه على طول على الخضار. هشوحه بقى لغاية ما اسمع صوت خرفشة الرز. هنزل بالمية السخنة من الكتل، واظبطي ملحك لو لقيتي محتاجة حطي ملح. هقلبه بقى وهغطيه لغاية ما يتشرب خالص والمية تنشف. ههدي عليه النار، دايما بسيبه مكشوف لغاية بسيبه نص كده مكشوف كده شوية لغاية ما ينشف، وبعد كده بغطيه وهدي عليه النار جدا واسيبه بقى يستوى براحته. انا بقى طلعت الفراخ دلوقتي من الفرن بعد تقريبا حوالي ساعة الا ربع، وباخد من الصوص. شوفوا الحاجات اللي حطاها مع الفراخ، والفراخ نفسها نزلت الصوصات دي. باخد من الصوص، يعني طلعتها مرتين، باخد من الصوص واحط على الفراخ من فوق علشان تتطعم بالصوص ويبقى طعمها حلو. ودي كانت اخر مرة شلت بقى ورق الفويل. تقريبا بقى اخدت معايا، ممكن تكون اخدت معايا ساعة ونص، لان الفراخ دي البلدي مش الفراخ البيضة. وبرجع احط عليها الصوص تاني وبدخلها تحت الشواية علشان تاخد اللون. ولما تطلع بقى هنشوفها مع بعض. بصوا ما تنسوش اول ما تحطوا الفراخ اول وهي نيه خالص وانت حطها بالورق الفويل، دخليها على درجه حراره 200 اول ساعه الا ربع، وبعد كده اسقيها من الصوص وهدي عليها بقى النار بعدها لغايه 180 درجه لغايه ما تستوي، عشان تستوي براحتها لو هي بلدي زي دي. لكن البيضه ما بتاخدش سوا كتير. طلعتها بقى من تحت الشوايه وغرفنا بوله من الرز. وده صوص التوميه. ما حبيتش اطول عليكم الفيديو واقول لكم طريقتها، لان عملناها مع بعض كتير قبل كده، بس حبيت اوريكم الوجبة كاملة بتتقدم ازاي. شايفين الرز بالخضار؟ بجد كانت الوجبة خطيرة جدا. الأكلة دي جميلة وحلوة جدا، وخاصة في الصيف جربوها هتعجبكم. بس ما تنسوش بقى، عايزة رأيكم في الكومنتات. عجبتكم؟ لو عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لسفرة ايدي. انتوا عارفين يهمني رأيكم جدا. الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، اشوفكم